تعالى كهربا مش تعالى كهربا خلاص كهربا خلاص يا جماعه خلاص يا جماعه بعد النص بقول لك ايه يا ناس يا يلا يا نور يلا بقى استنى عم الهواء تطلع السلام عليكم وهو راجع في الطيارة عرف ان تم اقالته عن طريق التلفزيون، ودي سابقة لم تحدث في التاريخ. حصل له صدمة عصبية ونفسية، ولكن هو من الشخصيات اللي بيكتم، اللي منطوي نوعا ما. إيهاب جلال يكره الموبايل، يعني ما بيحبش الموبايل نهائي، ما بيردش على موبايلات، ما بيستعملش الموبايلات، ما عندوش فكرة الصفحات والفيسبوك والانستجرام ويخش ويرد ويتفرج. التليفون بالنسبة له حاجة منتهية، يعني بيستعمله في أضيق الحدود. إيهاب جلال قليل الكلام، قليل الظهور في البرامج. إيهاب جلال صنع نفسه بنفسه. إيهاب جلال يعتبر من أعلى الرواتب في الكرة المصرية. إيهاب جلال مواليد 1967، يعني دلوقتي عنده بالظبط 57 سنة. بالظبط يوم 27/8 كان موجود بصحته في الملعب بيقود الفرقة، لعيبة بتروح تحضنه. بعد أحمد رفعت إيهاب جلال والقائمة تطول. قهرتوا الراجل، حسب الله ونعم الوكيل فيكم.